السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة في البيت بطريقة سهلة ومقادير مظبوطة، وانا متأكدة ان انت هتعتمديها من السنة للسنة. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك. ده كده معايا كيلو من دقيق الدوبيلا مخصص للكحك والبسكوت. جبت البولة وبدأت كده انخل كيلو الدقيق كويس جدا. ممكن تستخدمي اي نوع دقيق تاني يكون سايب من عند العطار، بس تكوني قايله له ان انت هتعملي بيه نواعم العيد وتكوني جايباه من حد مضمون، او تستخدمي دقيق متعدد الاستخدام. نخلت كيلو الدقيق هنزل عليه بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر ونص معلقه من الملح. ما تزودوش بيكنج باودر علشان البسكوته ما تفرش معاكم، وكمان الرسمه بتاعتها تضيع. جبت بقى كده الميزانة، وده كده معايا 300 جرام من الزبدة. أنا كنت مخرجاها من التلاجة قبلها بحوالي 3 ساعات. نزلت ب 300 جرام الزبدة، عليهم 250 جرام من السكر البودر، ولازم تنخلي السكر البودر لأن دايما السكر البودر اللي بنشتريه من بره بيكون فيه تكتلات. قلبتهم كده بايديا مع بعض الاول، وباستخدام المضرب الكهربائي هفضل كده اضرب السكر البودر مع الزبده لحد ما يتكون معايا كده عجينه كريميه يكون لونها فاتح. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، بس هياخد معاكي مجهود، وممكن تبعدي خالص عن المضرب الكهربائي واليدوي وتعملي بايديكي زي اهالينا زمان. ما كانش فيه يعني مضرب يدوي ولا مضرب كهربائي، وكانوا بيعملوا لنا برضو البسكوت. ما بين بقى كده كل فترة والتانية بجيب الجوانب كده بالاسباتيولا علشان أتأكد إن كله اختلط مع بعضه. هنزل عليهم ب50 جرام من الزيت. ممكن تستغني عن الزيت وتخليهم 350 جرام من الزبدة، لكن الزيت بيخلي البسكوت مقرمش، وكمان البسكوتاية بتطلع معاكي خفيفة. كيلو الدقيق اخد معايا 3 بيضات. هننزل بالبيض كده على العجينة دي كده بالتدريج. دي كده اول بيضة، وحطيت الفانيليا. اول ما اختفت نزلت بالتانية، وبرضو هفضل اضرب. هتلاقوا العجينة فصلت معاكم، ما تخافوش هي ما باظتش ولا اي حاجة. افضلوا برضو اضربوا لحد ما تتكون معاكم عجينة. ودي كده تالت بيضة، ونزلت عليهم باختياري ازازة من قصنص البرتقال. دي بتدي طعم كده للبسكوت في منتهى الجمال. ممكن تستكفي بالفانيليا بس، لكن يعني ازازه اسانس البرتقال يعني فرقت معايا في الطعم. جبت بقى كده الكوبايه ونزلت فيها بربع كوبايه من الحليب الدافي، عليهم معلقه كبيره ممسوحه من النشادر. وما تزودوش النشادر علشان برضو البسكوته ما تفرش منكم. نزلت برضو كده على العجينه بتاعتي بالحليب والنشادر، وهفضل اضرب لحد ما يتكون معايا عجينه كريميه لونها فاتح بالشكل ده. بالاسباتيولا كده لميت ونزلت عليها بكيلو الدقيق اللي انا نخلاه والبيكنج باودر والملح. لو تلاحظوا كده تبصوا على ايديا، انا فردة صوابعي. نواعم العيد مش بتتعجن، سواء كحك سواء بسكوت سواء بديفور. بايديكوا كده يا دوب تلموا العجينة. افردوا صوابعكم ولفوا ايديكوا كده في البولة لحد ما العجينة تتلم معاكم. ما شاء الله اللهم بارك. لو تلاحظوا كمان ان البولة بقت نظيفة ما فيهاش تلزيق ولا اي حاجه. عايزه نقولك العجينه دي انا استحاله اغير الطريقه بتاعتها. اغسلي ايديكي وتعالي كده شوفي العجينه، هتلاقيها طالعه معاكي كريميه وفي منتهى الجمال. يلا بينا بقى كده نتكلم على المفرمه اللي انا استخدمتها. انا عملت بيها معاكم السنه اللي فاتت، وعملت لكم فيديو مخصوص لان ناس كتير سالتني ايه نوع المفرمه اللي انت استخدمتيها. المفرمه دي زي ما قلت لكم قبل كده، دي مفرمه لحمه مفرومه. انا يعني حولتها لمكنه بسكوت. انا اخدتها معايا لبتاع مستلزمات الحلواني وغير لي الوش وحط لي قمع كده. استخدمتها كمكنه بسكوت وطلعت معايا في منتهى الجمال. طيب في ناس دلوقتي يجي في دماغها تقولك ايه، اه ده البسكوت طلع كويس علشان المكنه اللي هي مستخدماها. لا خالص، استخدموا المفرمه بتاعتنا العاديه اللي هي اليدويه بتاعت امهاتنا بتاعت زمان، اللي برضو هتلاقوها موجوده في كل بيت. هتعملوا برضو بيها البسكوت، يعني هيطلع معاكم نفس الطعم ونفس الشكل. اهم حاجة مش المكنة يا جماعة، اهم حاجة العجينة بتاعة البسكوت اللي انت عاملاها. فما تقولوش البسكوت طلع كده علشان المكنة، لا خالص خالص. هو العجينة هي اللي هتخلي معاكي البسكوت في تلك الاحوال، هو اللي هيطلع معاكي مظبوط وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. انا هخلص باقي الكميه، بس ايه يعني ندردش مع بعض شويه كده على التسويه. تسويه البسكوت بتكون سهله جدا. هو بيدخل على فرن مسبق التسخين على درجه حراره 200، رف اوسط.
بتشغلي عليه يعني الفرن من تحت. اول كده ما بتلاقي الحروف بتاعه البسكوت كده اخدت لون ذهبي، بتطفي عليه وبتشغلي عليه الشوايه. بس النصيحه مني ما تقوميش من قدام الفرن، يعني كل فتره والتانيه كده تفتحي عليه، لانه بيكون حساس جدا وما بياخدش وقت خالص خالص في التسوية. وبعد ما بتخلصي الكمية كلها بتشغلي الفرن حوالي 10 دقايق، وتبتدي في تسوية البسكوت بتاعك. هو سهل جدا والله. ويعني في ناس يعني بتقلق خالص كمان من التسوية بتاعة فرن البوتاجاز. ما شاء الله اللهم بارك. دلوقتي تشوفوا البسكوت بتاعي طالع عامل ازاي. يعني انا عن نفسي زعلت قوي ان انا عملت كيلو. ان شاء الله هبقى ازود الكمية بامر الله. غمضوا عينيكم كده وفتحوها. بصوا شايفين البسكوت بتاعي وجماله عامل ازاي. ما شاء الله طالع مقرمش، وطالع كمان البسكوتاية حرفيا خفيفة ودايبة دوب. بالنسبة بقى للصواني والصجان، انا مش دهناها اي مواد دهنية، يعني انا مستكفية بالمواد الدهنية اللي انا حطيتها في قلب العجينة. ما دهنتش الصجان اي حاجة. وزي ما انتم شايفين انا بحرك البسكوت كده بايديا. البسكوت ما هوش لازق ولا اي حاجة حرفيا والله يا جماعة. الطريقة بتاعته سهلة جدا، ومقاديره مظبوطة بالملي. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الطريقة بتاعتي. انا عملت كده شكلين، ده كده اول شكل انا عملته. غيروا بقى كده الاشكال بتاعت الاقماع زي ما انتوا عايزين. انا عملت شكل كمان، هو طبعا الشكل مختلف لكن الطعم واحد وفي منتهى الجمال. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا البسكوت بتاعي وتكتبوا لي في الكومنتات. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار انا هرد عليكم بامر الله. كل سنة وكل حضراتكم طيبين. يلا بقى كده ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. وكمان أهم حاجة ما تنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.